بسم الله. اليوم هعمل معاكم طريقة عمل المكشكشة، ترند جديد لرمضان السنة دي. اول حاجة هنعمل مع بعض الكريمة. الاول هنجيب كيلو لبن واحط عليه معلقتين دقيق و3 معالق نشا. لو حطينا نشا بس بيبقى مكتل كده، انما الدقيق مع النشا بيخليه كريمي كده وناعم. وهحط معلقتين، دول معلقتين دقيق، وبعدين احط بعديهم معلقتين كريم شانتيه، ومعلقتين لبن بودرة، ومعلقتين كريم باستري. الاضافات دي كلها بتخلي للكريمة طعم اجمل من اللي هو بيتعمل من العادي. هحط كمان معلقتين سكر، بس وهدوبهم مع بعض وارفعهم على النار. وبعد ما ارفعهم على النار، طول ما هما على النار بقلب فيهم، مش بسيبه خالص. بعد ما يطلع من على النار هحط 100 جرام شوكولاتة بيضة، ودي بتفرق جدا في طعمه. بعدين هجيب صينية ادهنها الاول زبدة. هجيب لفات الجلاش، هدهن رقة واحدة منها زبدة والتانية هقلبها عليه واحطها في الصينية. ودي اللي هي هتبقى الطبقة الاخيرة من الجلاش او الاولى في الصينية. نحطها في الصينية ونراعي ان احنا نخلي فيه حرف من الجنبين في الصينية، عشان لما نحط الكريمة تبقى ما تنزلش من الصينية تتحرق. وهضيف الطبقات في الصينية بنفس المنوال، 2 جلاش، واحدة مدهونة واحدة لأ، وهكذا. هحط تحت تقريبا كده 6 ورقات جلاش، 6 مجوز بس. وبعدين هجيب الكريمة بقى واحطها عليه. بعدين هجيب رقة واحدة من الجلاش احطها فوق الكريم بس. وبعد كده هنبدأ بقى نعمل ايه المكشكشة. هنجيب الجلاش وادهنه برضو، هنعمل المروحة تطبيقة يمين او فوق، وبعدين نتنيها لتحت، فوق وتحت. في الاخر هتدي شكل المروحة او شكل المكشكشة الترند. هدهن بين الطبقات بتاعتها، بين طبقات المروحة دي الزبدة، واحطها على طبقة الجلاش. هعمل نفسها بالظبط، وهجيب طرف الاولى اللي انا عملتها ادهنها زبدة واحطها في طرف التاني بس. وهكذا لغاية ما اخلص بقية الصينية. بقى نعمل الشربات. نحط 3 كوبايات سكر، عليهم 2 كوبايات مية، وهحط معاهم زعفران، وهسيبه على نار هادية لمدة 10 دقايق. وهنا بعد ما طلعت من الفرن هحط عليها الشربات، وبعدين هزينها بشوية مكسرات.